السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف الرابع الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنشرح درس جديد، نص استماع بعنوان كل منا له حلم. تعالوا نشوف النص بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ايه. قالك كل واحد لينا عنده حاجة عايز يحققها في المستقبل. طيب الحاجة دي اسمها الحلم، يعني الحاجة اللي انت عايز تحققها في المستقبل اسمها ايه؟ حلم. زي مثلا واحد يكون نفسه يكون طبيب او مهندس او رياضي، بطل رياضي او فنان مشهور، تمام، او غيره ايا كان، فدي برضو اسمها ايه؟ حلم. تمام، يبقى الحاجة اللي عايزين نحققها في المستقبل اسمها ايه؟ حلم. قالك الحلم هو فكرة كبيرة نريد أن نحققها يوما ما، سواء في المستقبل، يعني هو عادة بتبقى في المستقبل. تمام. قالك ولكن هل تعرفون كيف نحقق أحلامنا؟ يعني ازاي نحقق الأحلام بتاعتنا؟ قالك أول حاجة لازم نحددها بشكل واضح. تمام، زي مثلا لما تبقى عايز متفوق في الدراسة أو إنك تتعلم مهارة جديدة، لازم الحلم يبدأ. قالك الحلم يبدأ عندما نعرف ماذا نريد. يبقى متى يبدأ الحلم؟ عندما نعرف ماذا نريد، عندما نعرف ماذا نريد. تمام. يبقى تاني قالك الحلم ده عبارة عن فكرة كبيرة نريد أن نحققها يوما ما. طيب أول حاجة لازم نحدد الفكرة تحديد واضح، أو الفكرة أو الحلم بتاعنا بشكل واضح. تمام. قالك لأن الحلم بيبدأ عندما نعرف ماذا نريد. تمام. بعد كده قالك لازم بعد كده نعمل بجد لتحقيقه. يبقى لازم العمل الجاد عشان نحقق الحلم بتاعنا. يعني ما ينفعش مثلا ابقى عايزة اكون متفوقة في دراستي، الاقي نفسي مثلا ما برضاش اذاكر واقول لك ان احنا ان شاء الله هبقى متفوقة. لا طبعا، لازم حضرتك لازم تذاكر كويس، ولازم انت كمان تذاكري كويس عشان تجيبي اللي نفسك فيه. تمام. يبقى لازم نعمل بجد. بعد كده قال لك برضو ايا كان الحلم عايز وقت، وطبيعي ان احنا نواجه صعوبات في نص الطريق، بس ما ينفعش ان احنا نتوقف او نستسلم. لازم ان احنا نعمل بجد، وممكن نطلب المساعدة لو احتاجنا علشان نحقق حلمنا. يبقى قالك اول حاجة لازم تعمل بجد، العمل بجد. بعد كده قالك في صعوبات هتواجهها في نص الطريق. طيب هنعمل ايه؟ لازم ما نتوقفش ولا نستسلم، نحاول ان احنا نواجه الصعوبات دي ونتغلب عليها، يعني نقضي عليها. الصعوبات دي اللي هي عبارة عن مشاكل. تمام. فانت لازم تحلها، ما انت لما بتحلها كده انت قضيت عليها. تمام. وطب واذا افترضنا ما عرفتش تحلها، اطلب المساعدة من حد انه يحلها. تمام، ان حد يساعدك في حلها وبس. ومن ساعتها وكده بنتمكن من تحقيق الهدف بتاعنا او الحلم بتاعنا. قالك بس انتبهوا ان الاحلام لا تتحقق بالجلوس والانتظار زي ما قلت لكم، لكن بالعمل والاجتهاد، ووضعوا خطة لتحقيقه. تمام، لتحقيقه إذا بدأتم اليوم فستقتربون خطوة نحو حلمكم. تمام، هتقربوا خطوة لحلمكم. يبقى تاني عندنا قالك الأحلام لا تتحقق بالجلوس والانتظار. زي ما قلت لك ان انت مثلا عايز تطلع من الأوائل، ما ينفعش ان انت تقعد وتقول لا مش هذاكر وفي الآخر تقول مثلا انا ليه ما طلعتش من الأوائل. لا، لازم تجتهد وتذاكر كويس وتعمل بجد واجتهاد علشان تذاكر. بعد كده لازم نحط خطة للحلم بتاعنا علشان نحققه. وقال لك لو بدأتوا من النهاردة، تمام، من اليوم يعني هتقتربون من الحلم بتاعكم. تمام، هتقرب يعني من الحلم بتاعك. يبقى هنا كيف تتحقق الأحلام؟ هنقول بالعمل والاجتهاد. تمام. يبقى تاني كده من الأول قلنا الأحلام كل واحد لنا فيه حلم، ليه حلم مثلا عايز حاجة يحققها في المستقبل. تمام.
قال لك بعد كده الحلم ده عبارة عن فكرة كبيرة عايزين نحققها في المستقبل. طيب امتى بيبدأ الحلم؟ قال لك عندما نعرف ماذا نريد، ولازم نحدد الحلم بتاعنا بشكل واضح. تمام، يعني انت عايز ايه بالظبط. تمام. بعد كده علشان تحقق الحلم بتاعك لازم العمل بجد، وده بيحتاج وقت، وكمان طبيعي انك هتقابل صعوبات يعني مشكلات في نص الطريق مثلا. تمام. فيا تتغلب على المشكلات دي وتحلها، يا اما تطلب المساعدة من حد انه يحلها لك، وعشان تتمكن من ان انت تحقق الحلم بتاعك. بعد كده قالك ان الاحلام مش بتتحقق بالجلوس والانتظار، لكن بتتحقق بالايه؟ بالعمل والاجتهاد. وحط خطة برضو علشان تحقق الحلم بتاعك. يبقى احنا نستفيد من الدرس بتاعنا النهاردة ان احنا لازم نحدد الحلم بتاعنا، احنا عايزين ايه نحققه في المستقبل. لازم بعد كده اهم حاجة طالما حددناه بشكل واضح، نحط خطة بقى لتحديده. تمام، لا قصدي خطة لتحقيقه. وبعد كده برضو لازم نعمل حاجة تانية، وهي ان احنا العمل والاجتهاد، مش ان احنا نقعد ونقول يمكن يتحقق الحلم بتاعنا ويمكن لا. تمام. بعد كده تعالى نشوف القاموس اللي هو المعاني. لديه عنده يحقق ينال ويبلغ، مضاد يتخلى عن، عبقريا ذكيا، مضاد غبيا، يريد يتمنى، ماهرا بارعا، مضاد محققا مخفقا عفوا، مشهورا معروفا، مضاد مغمورا. بعد كده هنا واضح ظاهر، مضاد غامض، نستسلم نخضع، المراد نحبط، المضاد نواجه نقابل، مضاد نستسلم، نتمكن نستطيع، المضاد نخفق. ممكن نعجز، نون عين جيم زين. تمام. بعد كده عندنا هنا أنشطة الأضواء، دي أنا حلها لك في فيديو لوحدها. بعد ما تخلص فيديو الشرح ادخل على فيديو الحل. تمام، وحل الأسئلة علشان يثبت معاك الدرس أكتر. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وانتظروني فيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده أي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات، وأنا هرد عليكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.